قولي لي يا اختي، هي الدنيا ماشيه بالمنظار ولا يعني ماشيه بالمنظار؟ احترتي يا حبيبتي واحتار دليل. انت عارفه الست كريم جارة غاليه وحبيبه ما تتخيرش عن السامعين، وما تعرفيش غلاوتها عندي قد ايه. عشان كده كل يوم يا حبيبتي اروح عندها، ساعات تلاقيني عندها الصبح وساعات تلاقيني عندها الظهر، يعني يا حبيبتي زي ما تقولي كده مربطة عندها. وبقيت لما اقول لابو سيد انا رايحه لست كريمه يقول لي انت مش كنت عندها امبارح يا بمبه؟ ايوه يا ابو سيد. وكنت عندها اول امبارح يا بمبه؟ تمام يا ابو سيد. واول رحت لها الصبح وبعد الظهر يا بمبه؟ صح يا ابو سيد. طب لما هو صح خففي عليها شويه عشان تبقى زيارتك لها معنى، زيارتك غاليه. قلت يا اختي اطوع الراجل على قله عقله واشوف اخرتها ايه. رحت قاعده جمعه بحالها ما روحش، وجيت يا حبيبتي رحت قابلتني الست كريمه والعيال اتلموا حواليا وبقوا يا اختي ما هماش عارفين يعملوا معايا ايه. وست كريمه بقت طايره بيا طيران ومش عارفه تعمل معايا ايه ولا ايه. وقالت لي وهي متاثره: برضو كده يا خالتي بامبا تغيبي الغيبه دي كلها جمعه بحالها يا خالتي بامبا، والنبي كل يوم الولاد يسالوا عليك. سالت عليهم العافيه، والنبي يا اختي غصب عني الله يجازي اللي كان السبب. مين؟ لا مفيش. قولي لي يا اختي، نعم. اوعى اكون جيت يعني في وقت غير مناسب، ولا يعني اكون شغلاكي عن حاجه كده ولا كده ولا شغلاني ازاي يا خالتي بامبا؟ ده لما يكون ورايا الشغل متلتل كمان. ده انتي قعدتك الحلوه دي بالدنيا. تشربي ايه يا خالتي بامبا؟ ملوش لزوم اتعبك يا ست كريمه. ودي تيجي برضو لازم تشربي حاجه. اقول لكم الحق، كريمه صحيح، وهي كريمه ما بقتش عارفه تجيب لي ايه ولا ايه ولا ايه، ايش سخن وشي ساقع وشي والنبي تاكليها، والنبي تاكليها يا تعدمين. ودي دوقيها كمان عشان خاطر. يعني بقول وبقيت يا اختي مش ملاحقه على الاكل ولا الشرب اللي قاعده تزغطني بيه. وبعد شويه اسم الله عليكم جوزها جه وبقى راخر هيطير بيا طيران. وبقيت يا اختي عامله زي العروسه اللي في الزفه. حق بقى يرضيكم اسمع كلام الراجل ابو سيد ولا اروحش ازورها، ولا دايما ازورها وودها مادام بيحبوني قد كده. وبقيت يا حبيبتي كل ساعه نط لهم، وكل وقت صبح تلاقيني عندهم، ظهر تلاقيني عندهم، ليل برضو تلاقيني عندهم. ده حتى اللي كان يعوزني يجي لي هناك عندهم. بس بقى يا اختي الايام الاخيره دي لقيت الست كريمه لما تشوفني تقول لي كده من غير نفس: اهلا، لا مؤاخذه، دقيقه واحده. وابص الاقيها سابتني يا اختي بالساعه والساعتين ولا كاني قاعده هنا. يا خبر، هي حصلت. طب يا اختي ولو يعني فيها تعب فنجان قهوه اعمر به دماغي. ما عندناش بن. طب بقول ايه، عندكوش كوبايه ليموناده؟ ما عندناش سكر. يا اختي ايه اللي غيرها كده؟ فين يا اختي مقابلتها وتهليلها هي وولادها؟ واقول للراجل ابو سيد على اللي حصل منها يقول لي: يا بمبه الناس كلها تحب الشخص اللي يبقى خفيف عليهم. عارفه يعني ايه خفيف عليهم؟ يعني ما يكترش في الزياره ولا يطولش فيها، يبقى هو عزيز وزيارته عزيزه. لكن بقى اللي زي حضرتك يروح للناس ويقعد عندهم لابد ليل نهار، يبقى بعيد عنك زي الرسخه، ويبقى الواحد مش عايز يشوف خلقته. مش بقول لكم يا اختي الدنيا ماشيه بالمنظار، اللي يحبوهم يضايقوهم. ما هو كمان يا بامبا ما تزودهاش، نقوم نخليهم